في لحظات في الحياة بتحس إنك لوحدك، مشهد بيتكرر كل يوم. تصحى من نومك، تبدأ يومك، تجري وتتعب وترجع، ولا حد حاسس بيك ولا حد سمعك. تبص حواليك تلاقي الكل بيكمل حياته عادي، وانت واقف في حتة مش عارف تتحرك منها. بس تعالى هنا، خد نفس عميق وركز في الكلمات دي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الآية دي مش بس بتطبطب عليك، دي بتقولك استحمل، أنا شايفك، أنت في عيني، في حضني، وفي أماني. في قصة معانا لواحد اسمه يوسف، تعالوا نحكي القصة دي. يوسف شاب عادي، متخرج من كلية التجارة، مفيش واسطة ومفيش باب بيتفتح. بيصحى كل يوم، يطبع السي في، يلف على كل الشركات ويسمع منهم كلمة سيب رقمك وهنكلمك. يرجع البيت، يلاقي مامته مستنياه بتقوله في أي جديد، يرد عليها يقول لها مفيش جديد. عدت سنة، اتنين، تلاتة، والناس بتقوله انت بتعمل ايه في حياتك؟ هو جواه بيصرخ، مش عارف يرد عليهم يقول لهم ايه. يقول لهم انا بحاول، والله بحاول، لدرجة ان الشك بدأ يدخل قلبه. هو ربنا مش شايفني؟ وفي يوم والده توفى، صدمة ما يعرفش يوصفها. يتحمل الدفنة والعزا، العيون اللي بتقوله شد حيلك. هو مش لاقي نفسه، قعد على سجادة الصلاة، ملقاش ولا كلمة يقولها، سكت. بس دموعه كانت بتقول كل حاجة. وفي عز الوجع جاله تليفون من شركة كان قدم عليها من زمان قوي: أستاذ يوسف، عندنا وظيفة، لو لسه مهتم تعالى المقابلة بكرة. راح وهو نص مصدق ونص خايف. خرج منها بتعيين. بس مش ده العجيب. العجيب إنه أول ما بدأ يشتغل لقى المدير بتاعه بيقوله بصراحة أنا كنت ميال لحد غيرك، بس لسبب غريب فتحت السي في بتاعك بعد ما نسيته من شهور، حسيت إنك الشخص المناسب. يوسف سأله وسأل نفسه في نفس الوقت: هو ده صدفة ولا ربنا قرر يفتح الباب دلوقتي؟ وساعتها يوسف افتكر الآية اللي كان دايما بيرددها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فهم إن كل تأخير، كل دمعة، كل خيبة أمل كانت متشافة، وكان ليها حكمة كبيرة قوي هو ما يعرفهاش. يا ترى يعني إيه فإنك بأعيننا؟ يعني لحظة ضعفك مش منسية أبدا، يعني دعائك اللي قلته وانت مكسور متسجل. السجدة اللي ما فيهاش كلام ربنا فاهمها. في عز حزنك، في لحظة محدش حواليك حاسس بيها، بس في عين فوق، عين بتطبطب وبتحمي وبتخبيلك الخير لوقته. الآية دي مش مجرد عذاب، الآية رسالة حب، رسالة بتقولك أنا معاك حتى وانت مش شايفني. فلو بتعدي بوجع، متأخر في الحلم، أو لوحدك، افتكر دايما: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صبرك مش ضايع، دمعتك مش مهدورة، وربك دايما شايفك. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب وشارك الفيديو مع ناس بتحبهم، وقولي رأيك في التعليقات، وقولولي كمان الفيديو الجاي عايزين يبقى عن ايه.